ناس كتير قوي عماله تشكر في ارني سلوت، بس النهارده انا مش هعمل كده. رسميا فوز ليفربول على نادي اتلتيكو مدريد بثلاثه اهداف مقابل هدفين، وقتلهم فانديخا في اللحظات الاخيره، ولكن مش ده بقى المهم كله بقى في الصفحه دي. دلوقتي دخلنا الشوط الثاني، ارن سلوت داخل عادي خالص، طبعا كسبان ومتقدم بهدفين ولكن مقابل هدف. الطبيعي جدا ان اتلتيكو مدريد اكيد هيضغطوا، فارن سلوت بكل بساطه سلم للموضوع ده وقال يا جماعه انا هدافع عشان عايز اخلص الماتش ده بنتيجه هدفين مقابل هدف. بدل الثلاث تبديلات اللي انت شايفهم دول، طلع كودي جاكبو والكسندر ايزاك وجيرمي فريمبونج. نزل مين بقى؟ نزل كورن برادري مفيش مشكله، نزل مكان الكسندر ايزاك كيتيكي برده مفيش مشكله، ولكن ليه تطلع كودي جاكبو وتنزل ماكاليستر؟ انت كده عايز تقول انا عايز امسك نص الملعب، انا عايز اهدى من الدقيقه 58، يعني لسه فاضل اكتر من نص ساعه، عايز تفضل ماسك كوره وتطلع بالماتش ده. لو انت ما كنتش عايز تطلع تعادل، ما اعرفش انت في دماغك ايه، بس انت معنى كلامك ان عايز تكسب 2 مقابل هدف وان خلاص كده الماتش خلص. فين وفين بقى لما بدات تصحى وقمت مطلع فلوريان فيرتس اللي هو رابع نص الملعب اللي كان موجود في الملعب، ونزلت ريون جوما، هوب استقبلت الهدف الثاني من ماركوس لورينتي. واخيرا تبديل انا ما اعرفش ايه لازمتها، نزل كيركس مكان روبرتسون. واخيرا في اللحظات الاخيره زي كل مره في الموسم الحالي يطلع حد من تحت الارض ينقذ ارن سلوت من الفضيحه. وفي الاخير ده كان رايي. المهم رايك انت، قول لي هل شايف ان انا غلطان ولا فعلا الراجل ده بتاع كبده ومخ؟